أكلتنا لليوم جراتان بالكوسة. أكلة طيبة كتير وهينة ورح نعملها سوا. أول شي بلشت بتقلية البصلة، تشقريت حطيت اللحمة فوقها، حطيتلها بهاراتها ملح بهار قرفة وبابريكا. رح قلبهم مع بعض تتستوي اللحمة. بهالوقت حط الكوسة على النار كمان بسلقن لمدة 10 دقايق، حط معهم رشة ملح وحطهم تيغلوا. أنا هون عندي كيس خضرة، في جزر وبصل صغير مقطع وسلري وفليفلة. إذا أنتو بتحبوا فيكن تحطوا، ما بتحبوا الخضرة معها فيكن بس تخلوها لحمة وصوص بندورة، تعملوا تفرموا شوي كمان بندورة قبل، بس أنا بحب تكون هيك شوي مع خضرة. هون ضفت الخضرة وبقلبهم سوا مع اللحمة والبصلة المقلية، وبنوس شوي الغاز وبغطي الطنجرة. الكوسة طفيت تحت النار استوت، رح صفيها ومن بعد ما صفيهم رح حطهم كمان فوق جار يتصفوا منيح من المي. بهالوقت بنطرن تيبردوا. رح زيد أنا هون صوص البندورة علبة، عندي إياها جاهزة. إذا أنتو بتحبوا فيكم تعصروا بندورة فريش أو تحطوا كمان رب بندورة وترخوهم بشوية مي، ومنغطي الطنجرة ومننطرن شي كمان 10 دقايق يتختروا مع بعض. عم برش ملعقة صغيرة تقريبا زعتر، هيدا اختياري، فيكن تحطوا زعتر فيكن تحطوا أوريغانو، بس أنا حطيت زعتر لبناني. وهالخطوة مش ضرورية إذا أنتم ما بتحبوا، اختيارية. رح بلش بتصفصف الكوسة. فينا نعملها نقصها على شكل طوالة ونحطهم بكعب الصينية، أو فينا نعملها كمان على شكل دوائر، انتو مثل ما بتحبوا. رح رش شوي ملح فوقها لأنه الكوسة بيحمل شوي، وبرجع هون بحط فوق طبقة الكوسة رح حط صوص اللحمة، وبرجع بكمل بالكوسة اللي باقي عندي. أنا ضفت كريم فريش كمان، هيدي خطوة كمان مش ضرورية. إذا أنتم ما بدكن فيكن تخلوا بس صوص لحمة، مش ضروري تزيدوا كريم فريش. يعني فيكن تعملوا كمان صوص بلانش إذا بدكن بدل الكريم فريش. وبالأخير منحط الجبنة. عم ببرش أنا جبنة، حطيت معها جبنة برويير، بس أكيد أنتو فيكن تحطوا نوع الجبنة يلي بدكن إياه. منغطي كل الصينية أكيد بالجبنة. من بعد ما تغطت بالجبنة هلأ رح نكون أكيد محميين الفرن. أنا حميته هون على 200 درجة. برجع بدور الفرن من فوق فالجبنة تاخد لون. شلتها من الفرن ليكون لونها شو حلو، بشهي لونها كمان وريحتها كتير كمان طيبة. ننطرها شوي تتبرد قبل ما نسكبها بالصحن، لأنه إذا سكبناها هي وسخنة بتكون بعدها شوي الصوص ما كمشت على بعضها. وهلأ رح نسكبها أنا وياكم ورح تشوفوا كيف رح تطلع. والكمية يلي عطيتكم إياها تعمل تقريبا صينية ل5 أو 6 أشخاص. وما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، وأكيد رح نلتقى بروسيت جديدة. انطروني لأطيب روسيت.